لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا أهلي؟ إيه اللي حصل لك يا أهلي؟ أنت لسه جاي من كأس العالم للأندية والعالم كله بيتكلم عليك والدنيا كلها متابعاك. تتغلب من الهلال السوداني، فريق مش مصنف أي حاجة في أفريقيا. نقول للناس بره في أوروبا إيه؟ إحنا نقول للناس بره في أوروبا إيه؟ نقول لهم مش الأهلي اللي كان بيلعب؟ أنت لسه جاي من كأس العالم ومشرف مصر كلها وعامل نتائج مبهرة وعامل مباريات مبهرة، تتغلب كده اول ماتش في افريقيا؟ يعني احنا نعيب على الزمالك امبارح تكسبنا انت النهارده؟ يا اهلي يا منشاوي، انت كنت سرحان في ايه يا منشاوي؟ بتفكر في ايه؟ ده جون يخش فيك؟ ده لو حارس مبتدئ يا منشاوي مش هيخش في حارس مبتدئ. هو ده منشاوي احسن حارس في العالم اللي احنا كلنا بنقول المنشاوي من احسن 3 حراس في العالم؟ ايه ده؟ انت كنت سرحانه من شوي؟ نفسي اعرف انت كنت بتفكر في إيه؟ انت جعان يا ابني؟ كنت جعان يا من شوي؟ ده جم مش طبيعي من شوي بصراحه. الهلال يستحق الفوز. الاهلي ما جاش. مش هو ده الاهلي اللي احنا عارفينه. مش هو ده الاهلي بطل افريقيا. مش هو ده الاهلي اللي بيلعب فرق افريقيا. لا، الاهلي النهارده ضايع. كل النهارده تحس اللي هو تايه. تشكيلك غلط من الاول. تشكيلك يا عم كولر غلط من الاول. شكلك كده اتصلت بالبروف قال لك اعمل 1 2 3، ضحك عليك وجالك الزهايمر. النهارده تشكيلاتك غلط، تغييراتك غلط. القندوسي المفروض ما تديش ماتش زي ده. الماتش صعب على القندوسي. هيعمل لك ايه؟ ما ينفعش يا كولر. مش عايزين بقى نرجع لورا يا جماعه. الاهلي بطل افريقيا والاهلي فريق عالمي. مش عايزين نرجع خطوتين لورا. وانت يا شناوي تريح شويه. انا شايف المنشاوي يريح شويه ونلعب بالحارس الاحتياطي، عشان المنشاوي بقاله فتره كده من ساعه المباريات الجامده اللي شرفنا فيها في كاس العالم. من ساعتها وتحس ان هو عنده الزهايمر، فاقد الذاكره. فان شاء الله اللي جاي احسن للاهلي. وكده كده افريقيا بتاعت الاهلي واحنا كلنا عارفين افريقيا يا اهلي.